السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، اللهم امين. طبعا معايا تحلية كده سهلة وسريعة واقتصادية مش مكلفة خالص. ام علي بالجلاش جميلة، تحفة 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 بصراحة، جميلة جدا. وحاجة كده من الحلويات والمسكرات كده اللي ما تقدريش ان انت يعني ما تاكليهاش مجرد ما تشوفيها. تحفة جدا بصراحة، زي ما انت شايفة كده. تمام، جميلة خالص ومش مكلفة خالص خالص واقتصادية. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة. انا هنا معايا لفة جلاش، تمام زي ما انت شايفاها كده. حطاها بقى في صينية ألمونيا، خلاص. وعندي بقى الحشوة، اي حشوة عندك، سوداني، زبيب، جوز هند، اي حاجة. طبعا هنا بقى معايا سمنة، خلاص. حط بقى السمنة كده على الجلاش في الصينية، خلاص. هقلب بقى الجلاش كله بحيث ان السمنة كلها تدخل جوه الجلاش كده ويبقى شارب من السمنة، عشان لما ادخله الفرن يتحمر معايا ما يبقاش في حتة متحمرة وحتة لا. بصوا، اقلبه بقى كويس كده لحد السمنة ما تشرب كل الورق كله يتشرب السمنة، تمام زي ما انتوا شايفين كده. جربوها والله جميلة جدا. طبعا بقى ولا في بقى هنحط بقى اللبن اللي هو المحلى المكثف ولا الكلام ده كله، اقتصادية جدا وسهلة جدا ومكوناتها موجودة في البيت. مش لازم ان انت مثلا تبعتي تجيبي لفة الجلاش. اي مرة بتعملي فيها جلاش حلو او حادق، شيلي ورقة كده ورقتين، بيبقوا معاكي زيادة بتحطوا في الفريزر. بعد كده لما تيجي مثلا نفسك حاجة حلوة او كده، يعني تحلية سريعة واقتصادية مش مكلفة خالص. طبعا انا هنا معايا 3 كوبايات لبن، خلاص. انا دخلتها الفرن عشان تتحمر لمدة ربع ساعة على الاقل. تمام، معايا بقى 3 كوبايات لبن. حطيت عليهم كوباية سكر. طبعا السكر برضو حسب الرغبة، في ناس بتحب السكر زيادة، في ناس بتحبه بقى قليل وسط. دي معايا فانيليا سايلة، خلاص. ننزل بقى كده بالفانيليا على اللبن ونفضل نقلب فيه كده لحد السكر ما يدوب تماما. ايديك بقى فيه كده، خلاص. هو بقى كده لسه ما مغليش. افضل اقلب فيه برضو عشان السكر يدوب منه، زي ما انت شايفة. جربوها والله جميلة. وعلى فكرة مفيش مرة اعملها فيها غير بعد 10 دقايق ربع ساعة، ما بيبقاش الصينية فيها حاجة. بصراحة من جمالها وحلاوتها، ومش مكلفة خالص، تمام. طبعا زي ما انتوا شايفين كده بقى السكر ده تماما خلاص، وغلي معايا اللبن اهو. اطفي بقى عليه وابص بقى على الجلاش بتاعي. طبعا الجلاش زي ما انت شايفه كده، بصي اتحمر، كله اتحمر لان كله كان شارب سمنه، فاتحمر كله مع بعضيه زي ما انت شايفه كده. طبعا اي صينيه عندك، اي قالب، مش مشكله، خلاص. هتحطي بقى نص الكميه في قلب الصينيه، وعادي مش ضروري انك تكستريها، هي كده كده اساسا اللبن لما هينزل عليها هيطريها، مش محتاجة انك انت تكستريها يعني. هتجيب بقى المكسرات بتاعتي، خلاص زي ما انت شايفة كده. واحط بقى وارش عليها. اقتصادية خالص وبسيطة ومش مكلفة والله يعني، وطعمها تحفة. يعني جربوها ومش هتندموا. طبعا بقى هنزل هنا بالنص التاني عليها، خلاص زي ما انت شايفة كده. كل بقى الكمية اللي عندي كده الباقية بنزلها، كل المكستر ده كامل بنزله.
ما اسيبش حاجه في الصينيه. خلاص زي ما انت شايفه. طبعا انا بقى هنا نزلت كل الكميه اللي عندي في الصينيه. ماشي، اجي بقى باللبن بتاعي زي ما انت شايفه كده، انزل بقى عليها باللبن. طبعا اللبن كميه مناسبه، مش كتير يعني، هي اللبن ده كده كميه مناسبه. خلاص انزل بقى عليها كله باللبن كده، وبعد كده اسيبها حوالي امسك المعلقه كده وانزل الوش كله، ايوه كده، بحيث ان كله مثلا يبقى جوه اللبن، عشان انا عايزه كله يطرى. لان كده كده هتخش الفرن، هتاخد لون، يعني هتاخد لون تاني، هي كده ما غلستش. انا بقى سبتها حوالي 10 دقايق لحد ما هي الجلاش بتاعي كده طري. خلاص زي ما انت شايفه كده، اسويها عشان لما ادخلها الفرن تاخد لون، يبقى كل حاجه فيها متساويه. خلاص كده تمام. ارش بقى برضو شويه جوز هند كده من على الوش، ما نرشش اللي بنحطش سوداني عشان ما يتحرقش، جوز هند بس. تمام. ادخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة يعني حوالي تحت الشواية، ممكن تحت الشواية مش تاخد معاكي 5 دقايق. الناس اللي ما عندهاش شواية ممكن تدخلها بقى على درجة حرارة 180. تمام، لمدة 10 دقايق بس. شايفين هي بقى كده خلصت معايا زي ما انت شايفة كده. بصي عاملة ازاي تحفة. هي على فكرة من على الوش مقرمشة كده، بس جوه طرية زي ما انت شايفة، واللبن فيها بقى كده. اقسم بالله يا جماعة تحفة، جربوها مش هتندموا. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله.